تخيلوا انه لاعب يغيب 5 سنوات بسبب الاصابه. هيدا الشيء حقيقي وصار مع لوك شو ظهير مانشستر يونايتد، اللاعب المنحوس ان صح القول، اللي تعرض لسلسله طويله من الاصابات خلت تكون غيابه لمده 1606 ايام باوقات منفصله، يعني مش غياب واحد. لوك شو اللي انضم للنادي تقريبا من 11 عام، كان واحد من ابرز المواهب بانجلترا، واحد من افضل الاظهره بانجلترا وباوروبا، واحد بيتوقع الكثير انه يكون نجم على صعيد العالم. لكن هل لوك شو هو لاعب زجاجي مثل ما يقال؟ اكيد لا. لوك شو تعرض لكل هيدي الاصابات بسبب عدم حمايه الحكام للاعبين، وبسبب بعض التدخلات الوحشيه. قبل 9 سنوات بالتحديد شو تعرض لخطأ غير إنساني من المدافع المكسيكي هيكتور مورينو، أدى لغيابه حوالي سنة وشهرين عن الملاعب بعد ما تسبب له بكسر مضاعف بالساق. كسر مضاعف يعني انكسرت اجره بمطرحين، ومن بعدها لليوم اللاعب الانجليزي بيرجع من اصابه ليرجع يتعرض لاصابه رغم كل الاجراءات والمحاولات اللي عملها مانشستر يونايتد لاحياء مسيرته.